ازيكم يا جماعة. أكيد كلنا سمعنا عن كلمة هاكر قبل كده، والناس على طول بتربطها بالسرقة والاختراق والحاجات الشريرة دي. بس هل فعلا كل الهاكرز أشرار؟ والفرق إيه بين الهاكر ومهندس السايبر سيكيورتي؟ تعالوا نفهمها ببساطة كده من غير كلام تقيل ولا مصطلحات معقدة. يعني إيه هاكر؟ الهاكر ببساطة هو شخص عنده مهارات عالية في الكمبيوتر والشبكات، وبيفهم كويس ازاي الأنظمة شغالة، بس استخدامه للمهارات دي هو اللي بيحدد نوعه. يعني عندنا 3 أنواع رئيسيين: وايت هات أو الهاكر الأخلاقي، ده بيستخدم مهاراته عشان يساعد الشركات تكتشف الثغرات وتحمي نفسها. بلاك هات ده بقى اللي بيخترق ويسرق الداتا ويكسر المواقع، وده اللي الناس بتخاف منه. وفي الجري هات، نصه خير ونصه شر، بيخترق بس مش دايما بنية وحشة، ممكن يعملها عشان الشهرة أو التحدي. طيب ومهندس سايبر سيكيورتي بيعمل إيه؟ مهندس السايبر سيكيورتي ده زي الحارس بتاع القلعة، هو اللي بيصمم أنظمة الأمان ويحط الخطط اللي تمنع أي حد يخترق. بيتابع التحديثات وبيحلل المخاطر وبيستخدم أدوات كتير عشان يحمي السيرفرات والشبكات. يعني باختصار هو اللي بيبني الدرع اللي بيحمي الشركات من الهاكرز. الفرق الحقيقي بينهم إن الهاكر بيهاجم ومهندس السايبر بيدافع. الاتنين عندهم نفس المهارات تقريبا، بس الاتجاه مختلف. الهاكر ممكن يستغل الثغرة، لكن مهندس السايبر بيقفلها قبل ما تشتغل. يعني ممكن نقول الهاكر بيجرب ما يوقع النظام، ومهندس السايبر بيحاول يخلي النظام ما يقعش أصلا. المفاجأة بقى إن في كتير من مهندسين السايبر كانوا هاكرز زمان. ليه؟ عشان ما فيش حد يفهم الهاكر أكتر من هاكر سابق. الخبرة دي بتخليهم يعرفوا يفكروا بنفس طريقة الهجوم، وبالتالي يقدروا يمنعوه. فالموضوع مش مين شرير ومين كويس، الموضوع في إن أنت بتستخدم مهاراتك في إيه.